الشخصيات كانت وان دايمنشنال قوي. ده خلى الكتاب بالنسبه لي من احسن كتب الرومانس اللي قريتها السنه دي. الكتب اللي بتكون فلسفيه بحته من غير ما تحاول تعمل حاجه جديده مش بتكون ليا للاسف. انا مش قادره افهم الكتاب ده ليه تم اختياره ان هو يتعمل ادابتيشن، وليه اصلا تم اختياره انه يجيت ببلشد اساسا. ازيكم؟ بنتجمع النهارده كعادتنا من بدايه القناه عشان نتكلم مع بعض اكتر عن الماجيكال ريداثون. للي ما يعرفش منكم الماجيكال ريداثون هحط لكم فيديو تفصيلي تحت بيشرح بالظبط هو عباره عن ايه، لكن باختصار هو ماراثون قراءه على مدار شهر كامل بيحصل مرتين في السنه. المميز فيه ان هو مش مجرد ماراثون بنقرا فيه كتب، بل هو ليه ثيم كبير مخلي الماراثون بطعم مختلف ومحمس اكتر، لانه بينجيج الواحد في صوره انه مثلا بيختار شخصيه لنفسه، بيختار المملكة أو المكان اللي هو نشأ منه والصفات اللي شخصيته بتتسم بيها. بعد كده بيبدأ يختار الوظيفة اللي هو بيحاول يكون شغال بيها في العالم ده، وعشان يوصل للوظيفة دي بيدخل أكاديمية اسمها أوريليوم، وبيقضي في الأكاديمية دي 4 سنين، كل سنة فيها ترمين عشان يتخرج بعد كده وتبقى الشخصية دي بتاعته كاملة أو فولفيلد. زمان الماجيكال ريداثون ما كانش فكرة واقفة بذاتها، هو كان مستوحى أكتر من هاري بوتر. للي كان مهتم منكم بتفاصيل هاري بوتر كان عارف ان في الفيلم الخامس اتعرضنا على جزء صغير من حياة هاري في المدرسة وهو بيخوض امتحانات كان اسمها ال OWLs او ال Ordinary Wizarding Levels. في مستوى اعلى من كده المفروض الطلبة كانوا بيمتحنوا بعدها بسنتين اسمه نوتس NEWTs او Nastily Exhausting Wizarding Tests. منشئة الماجيكال ريداثون بعد كام سنة حبت ان هي تتشعب وتخلي الماراثون ليه ثيم خاص بيها، وعلى اساسها كل واحد بيختار الشخصية اللي هو نفسه فيها. شخصيتي في الماجيكال ريداثون الفترة دي كانت ستوري ويفر. أنا قضيت ال4 سنين بتوعي دي السنة الأخيرة، عملت فلوج ل3 منهم معاكم هنا، ممكن أحط لكم اللينك بتاعهم فوق وهحطه تحت برضو في الديسكريبشن. شخصيتي في الماجيكال ريداثون الترم ده كانت محتاجة إنها تقرأ 6 كتب عشان أخيرا تتخرج وأقدر أموف اون لشخصيات جديدة. دي البرومتس اللي كانت مطلوبة مني، وعلى مدار كليبس الفلوجز اللي هتكلم فيها عن الكتب دي هتعرفوا كل برومت اخترت لها كتاب إيه. الأسبوع الأول زي بداية أي حاجة الواحد بيكون متحمس ومتأهب وعايز يبدأ بهيد ستارت كده عشان يدي لنفسه مساحة إنه يريح في النص. زيكم النهاردة يوم الأحد 6 سبتمبر، أنا عارفة إني عملتش أبديت من زمان بس الدنيا شغلتني قوي وعندي كلام كتير قوي أقول لكم عليه. أنا خلصت كتابين، بدأت كتابين، بس هكلمكم عن كل واحد بالترتيب. أول كتاب ليفت اوف فوريفر ده قريته لبرومت كانت بتقول إن أنا محتاجة أقرأ كتاب عدد حروف العنوان بتاعته برايم نمبر او من الارقام اللي هي بتتقسم على نفسها او على واحد، فانا اخترت ليفت اوف فوريفر عشان كان عنوانه من 13 حرف. هو المفروض انه كان رومانس خفيف في تروبس معروفه زي السكند تشانس رومانس او الرود تريب. الحقيقه ان انا بقالي تقريبا شهر عماله اقرا كتب ورا بعض عجباني قوي، فكنت داخله ده وانا لسه بنفس الباز اللي جايالي من ان انا اخلص كتب عجباني. دخلت الكتاب ده وانا متاكده ان هو هيعجبني، بس للاسف ما عجبنيش خالص، يعني ما كانش اصلا انترتيننج بالنسبه لي، وكنت عايزه اخلصه خلاص عشان اخلص منه مش عشان اتبسط بالنهايه. هو بيتكلم عن 2 كانوا تشايلد هود سويت هارتس وبيحبوا بعض قوي واتجوزوا وهم صغيرين، وهي خلفت ولد في سن صغير قوي، وبعد كده حصلت مشاكل بينهم وما كملوش مع بعض، وعدى على انفصالهم 5 سنين لحد نقطتنا دي، وبنشوفهم بيقابلوا بعض تاني وبيرجعوا يفتكروا هم ليه كانوا مع بعض من الاول. مشاكل القصه معايا كانت كتير، من اولها سوء اختياري انا شخصيا للكتاب، لان الفئه العمريه اللي الشخصيات الرئيسيه فيها هو 35 سنه فما فوق. كمان في جاب كبيره قوي بيني وبين الشخصيات، لان هم حياتهم مختلفه تماما عني، وامالهم وطموحاتهم واولوياتهم مختلفه. هم عندهم طفل عنده 17 سنه، مش صغير حتى دلوقتي، فهم مشاكلهم وقلقهم بقى مختلف تماما عن اللي انا ممكن اكون بواجهه وانا عندي 25 سنه. المشاكل التانية كانت ان هم مفيش كيمستري بينهم اصلا، يعني انا ما كنتش عارفه اشوف البوينت من ان هم كانوا مع بعض اول مره عشان يبقوا مع بعض تاني مره. حاسه ان هي كانت كونفينينت او مناسبه. ما حبيتش النظره دي تجاه الامومه او الابوه المبكره. حسيت ان حياتهم متصوره في شكل انهم عشان خلفوا خلاص هم حياتهم وقفت ومش عارفين يشتغلوا على طموحاتهم وامالهم. الكتاب كان رتمه بطيء وممل، الشخصيات كانت وان دايمنشنال قوي، وما شفتش اي حاجه ايموشنال بين الاثنين، مفيش رابط عاطفي رابط بينهم غير ان في بينهم ابن. تاني كتاب خلصته كان I Who Have Never Known Men. الكتاب ده قريته لبرومت ان انا اقرا كتاب مترجم، هو اصلا لغته الاصليه فرنساوي واترجم الانجليزي في 2019. هو كتاب قديم بالمناسبه، 12 في 95.
المفروض ان هو ديستوبيان، بيتكلم عن بطلتنا اللي هي بالمناسبه ملهاش اسم ومش هيبقى ليها اسم طول الكتاب. نشأت حياتها كلها في حاجه مشابهه للسجن وسط 40 ست تانية من مختلف الفئات والاعمار والخلفيات، وهم مش عارفين هم جم هنا ليه، ومش عارفين محبوسين ليه، ومش عارفين هم اصلا على كوكب الارض ولا على كوكب تاني. بنشوف تطور البنت دي في بيئه غريبه مش تقليديه مش مألوفه، بس هي اصغر منهم وما عصرتش حاجات كتير من اللي هم عصروها لما الحياه كانت طبيعيه زي زمان. هي ما عندهاش زمان، هي دي حياتها دلوقتي. الكتاب فلسفي بحت وبيناقش الهيومانيتي وتعريف الهيومانيتي، وايه اللي بيتبقى من الهيومانيتي بتاعتنا لما تتجرد من كل المؤثرات الخارجيه والبيئات اللي بتنشأ فيها. هل فعلا البشريه بتاعتنا او الهيومانيتي بتاعتنا بتفضل زي ما هي مهما كانت البيئه اللي بننشأ فيها مختلفه، ولا احنا اللي صورتنا مغلوطه عن البشريه دي، ولا في الواقع احنا ممكن كنا نبقى همجيين لو كنا نشأنا نشأة مختلفه؟ العواطف والمشاعر والسلوكيات اللي بنتصرف على أساسها، هل هي نابعة مننا إحنا فعلا من حاجة انستينكتيف جوانا، ولا في الأول وفي الآخر كل حاجة بنعملها وبنفكر فيها بتكون متأثرة بشكل أو بآخر بالعالم اللي حوالينا؟ الكتاب ده مشهور قوي 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 ومحبوب قوي، وكان بالنسبة لناس كتير هو thought provoking، خلاهم يفكروا وشغل عقلهم وخلاهم يبصوا على حاجات كتير بنظرة مختلفة موضوعية. كل الكلام ده أنا ما عدتش بيه، وكان بالنسبة لي مجرد كتاب ديستوبيان عادي، ما يسمى بالسلايس اوف لايف، اللي هو جزء من الحياة. بنشوف حياة إنسان ويومه بيمشي إزاي من غير استفادة واقعية أو من غير بلوت، من غير نقطة إحنا بنحاول نوصل لها، بل هو المغزى في الرحلة مش في الديستنيشن زي ما الناس بتحب تقول. بس أنا ما بحبش الكتب دي، أنا ما بحبش الكتب اللي ملهاش رسالة واضحة أو نهاية واضحة. لو الكتاب غرضه يكون فلسفي فهو ممكن يعرض إطار الفلسفية دي في نطاق خيالي، ممكن يرسم الأحداث والبلوت المناسب اللي يعرض الفكرة دي. الكتب اللي بتكون فلسفية بحتة من غير ما تحاول تعمل حاجة جديدة مش بتكون ليا للأسف. نتكلم بقى عن الكتابين اللي أنا بدأتهم ولسه مخلصتهم. أول واحد Just for the Summer لأبي هيمينيز، كتاب رومانس برضو بقراه لبرومت بتقول إن الكتاب عنوانه لازم يكون فيه 2 أو أكتر حرف M. بسمع الأوديو بوك بتاعه، هو سريع ولحد دلوقتي مفيش أحداث قوي. هما 2 عرفوا بعض من على ريدت، حرفيا بداية غير موفقة بالمرة، عشان واحد منهم نزل بوست بقى فايرال كان بيتكلم عن في زي نوع من الحظ الوحش او اللعنه اللي بتطارده، انه كل ما بيتعرف على حد والحد ده بيتشد ليه وبيبقى عايز يرتبط بيه والموضوع ما بيكملش، اول ما بينفصلوا على طول البني ادم ده بيلاقي حبه الحقيقي وبيرتبط بيه وبيتجوز. فالبوست ده بقى فايرال وعدى قدام المين كاركتر بتاعتنا، والمين كاركتر لقت ان في حد شبهها اخيرا، لان هي كمان بتواجه نفس المشكله. فبيتكلموا اونلاين وبيتفقوا اتفاق كده عابر ان هما يمكن لو ارتبطوا ببعض هما الاثنين وسابوا بعض ممكن يكسروا اللعنه دي، بحيث ان كل واحد منهم يقابل حبه الحقيقي بعدها. البريمس مضحك بصراحه شويه ومش واقعي، وانا مش داخله الكتاب ده عشان يبقى واقعي. يعني اغلب الكتب الرومانس دلوقتي بقت بتحاول تلاقي شويه اوريجيناليتي فيها، يعني قصه جديده ما شفناهاش قبل كده، فمن كتر القصص اللي موجوده كل ما الواحد بيكتشف قصه جديده في الغالب هتكون غريبه شويه او مش منطقيه، وانا مش ممانعه ده قوي. بس انا اول مره اجرب كتب لابي هيمينيز فانا مش عارفه شعوري تجاهها ايه، يعني لسه مش قادره احدد. وكمان انا ماليش قوي في الرومانس اللي بيكون ابستلاري او بيكون اونلاين او شات او رسائل او كده، فلو هم ما اتقابلوش قريب ما اعتقدش اني هتبسط قوي بالكتاب. تاني كتاب اللي كان نفسي اقراه من زمان قوي واخيرا هبادي ريد مع صاحبتي المقربه ريبيكا. الكتاب ده انا عايزه اقراه من زمان جدا بس هو يخوف، هو انتميديتنج. الكلاسيكس في العموم انتميديتنج، الكلاسيكس الثريلر اللي هو جونرا اصلا انا في العادي مش بحب اقراه انتميديتنج. الكلاسيكس اللي مكتوبه سنه 38 يعني حرفيا في حرب عالميه كامله ما عدتش على المؤلفه دي لما كتبت الكتاب. الكلاسيكس اللي بيتكلموا عنها ان هي مهدت الارض للجوثيك نوفلز او الجوثيك ثريلرز، اي حاجه في العموم بتكون مهدت الارض او كانت الشعله البدايه لحاجه معينه بتوترني، لان بيبقى عندي اكسبكتيشنز عاليه قوي ليها وابقى خايفه اكسر الاكسبكتيشنز دي بان انا فعلا اقرا الكتاب فالاقي ان هو ما عجبنيش مثلا، وده للاسف بيحصل كتير قوي معايا. ما قريتش كتير فيه، يعني ممكن 50 صفحه بس، وقعدنا 10 صفحات منهم بنوصف السماء والزرع والارض، ومش عارفه هل الحقبه الزمنيه دي كانت بتكتب بالطريقه دي ولا دي حاجه متفرده للمؤلفه. بس هحاول ادي نفسي فرصه وما احطش اكسبكتيشنز كتير واشوف هنوصل لايه في الاخر. ان شاء الله همشي شويه اكتر في الكتابين وهابديت يو لما اعرف تاني.
الأسبوع التاني مشي تقريبا في بدايته بنفس القوة، ما كانش فيه البريشر أو الضغط بتاع إني لازم أخلص عدد كتب معين في وقت معين، لأن أنا أصلا كنت سابقة بكتير قوي وقدامي 3 أسابيع في الماجيكال ريدرز. وصلت اليوم 10 في الشهر وأنا مخلصة 4 كتب، بس بدأ يتخلل جوايا التوتر من إني أفقد البيس بتاعي ده، من إن أنا أبدأ أكسل زي ما كان بيحصل في السنين قبل كده. فكان في جزء من الضغط. زيكم النهارده يوم الأربعاء 10 سبتمبر، زي المرة اللي فاتت برضو أنا خلصت كتابين وبدأت كتاب واحد. الكتابين اللي خلصتهم أول واحد فيهم كان Just for the Summer لأبي هيمانيز، والحمد لله طلع مش epistolary romance، مش من الكتب اللي بيتبادلوا فيها التكستنج أو الإيميلات. واللي ما توقعتوش خالص في الكتاب ده وفي كتابة أبي هيمانيز عموما، اللي خلاني غالبا هكون فان كبيرة جدا ليها لو قريت كتب ليها ولقيتها على نفس المستوى، وهو المناقشات الاجتماعية في الشخصيات، كمان الريبريزنتيشن بتاع المنتال إلنس عموما، بتاع الانكزايتي، طباع زي الافويدنت اتاتشمنت بيرسوناليتي او البوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر. الدراسات اللي تمت عشان الكتاب ده يتعمل وعشان الشخصيات دي تبقى حقيقيه وتتصدق وليها تجاربها الخاصه الاوثنتيك، اللي فعلا تقدر تصدق ان ده بني ادم 3 دايمنشنال حقيقي عايش معانا، مش مجرد صوره كاريكاتيريه مكتوبه على الورق. خلاني اتعاطف مع الشخصيات بشكل كبير جدا واقدر افهم هما جايين منين، حتى لو اوقات كتير بحس ان اللي بيعملوه حاجه انا عمري ما كنت هتفق معاها، بس انا عارفه هم بيعملوا ده ليه. والتعاطف ده خلى الكتاب بالنسبه لي من احسن كتب الرومانس اللي قريتها السنه دي. هو للاسف مش 5 ستار، اديته 4.5 تقريبا، بسبب ان الرومانس ما كانش قوي قوي زي ما كنت متخيله، ولكن مع ذلك انا حبيت الكتاب جدا وحبيت نقاشاته وحبيت القصه اللي دارت والاحداث بتترتب ازاي ورا بعضها والبلوت تويستس اللي بيحصل، وحتى الجزء الصغير من الرومانس اللي كان موجود كان معمول باتقان شديد. تاني كتاب خلصته واللي ما حسيتش تجاهه بكل الاحاسيس الحلوه دي كان ريبيكا لدافني دي موريه، من الكلاسيك بوكس اللي كان نفسي اقراها من زمان جدا، والحمد لله اتوفى ان انا عرفت ابدا فيها المره دي. كنت بقرا الكتاب وانا بسمع الاوديو بوك، وبعد كده ارتحت للاوديو بوك وكملت عليه لوحده من غير الفيزيكال كوبي، واللي كان بسطني جدا لاني كنت دايما متخيله في دماغي صوره معينه عن الكلاسيكس، اني لازم اكون مركزه مع الكتاب ومش هعرف اسيبه، يا اما مش هفهم قوي اللي بيحصل في الاوديو بوك. بس اللغه اللي كانت مستخدمه في الكتاب ده كانت بسيطه جدا. ممكن البيسنج بتاع الاحداث كان غريب شويه في الاول، لانه في البدايه بيتكلم عن اللي بيحصل في الحاضر، وبعد كده بدانا فلاش باك للاحداث القديمه من غير اي مقدمات، هي حصلت فجاه كده وكانت بتخض شويه، ولكن تتابع الاحداث بعد كده بقى لينير في خط مستقيم لحد نقطه النهايه. كنت متوقعه ان الكتاب يخوض اكتر في الثيمز بتاعه الجوثيك بوكس او الجوثيك ثريلرز، وما لقيتش ده منه. انا عارفه ان هو كان في بدايه وعلى قمه الكتب اللي عرضت فكره ان ممكن يكون في حاجه اسمها جوثيك ثريلر، ولكن ما حسيتش انه كان مؤثر بالقدر اللي كل الناس بتتكلم عنه. الميستري ما كانتش غامضه قوي بالنسبه لي او مثيره للفضول. الاحداث اللي كانت بتحصل في البيت اللي كان بيتوصف عنها ان شخصيتنا الرئيسيه بتبدا تبقى مهووسه بصاحبه البيت القديمه، كانت مرات جوزها الاولاني اللي توفت لاحداث غامضه احنا مش عارفينها. ما كانش روحها بيخيم على المكان زي ما انا كنت متخيله، ما كانش الموضوع بيوصل لاوبسيشن بشكل غريب جدا او ديستوربنج في دماغ بطلتنا، اللي بالمناسبه هي ما تسمتش طول الكتاب. حتى ده ما كانش عامل مثير للغموض قوي زي ما كنت متخيله. الكتاب كان عادي وسلس، والبلوت تويستس ما كانتش بشعه، والنهايه ما كانتش ساتيسفاينج قوي، لان برضو احنا عارفين الكتاب هيوصل لايه في الاخر من اول صفحه، ولكن مع ذلك الرحله اللي احنا خضناها عشان نوصل للنقطه دي ما كانتش مرضيه بالنسبه لي كفايه. انا مش عارفه احدد هل انا مشكلتي مع الثريلر كجونرا ان هو مش بيديني كفايه او مش بيكون ساتيسفاينج كفايه، ولا انا اللي بختار الكتب اللي مش مناسبه ليا، في مكان ما في العالم كتب بتحقق اللي انا عايزاه بالظبط، بتديني غموض بشكل كافي، بتديني رغبه في ان انا عايزه اكمل وعندي فضول اعرف ايه اللي هيحصل بعد كده، والنهايه تكون مرضيه بالنسبه لي. دي نقطه مهمه جدا ما بلاقيهاش في اغلب الثريلرز. الكتاب اللي بداته كان الكتاب اللي يخص البرومت بتاعه الجونرا سبين ذا ويل، بفتح راندوم سبين ذا ويل جنريتور وبختار كل الجونرز اللي انا عندي استعداد ان انا اقراها، وبلف العجله وهي بتختار. اختارت فانتسي وما كانش مفاجاه يعني، الحمد لله، لان انا من الناس اللي بتحب الفانتسي. اخترت للكتاب ده ذا نايت اند ذا ماس لريتشل جيليج، اللي سمعت عنه كلام كتير مش بيشكر فيه، على عكس سلسله ريتشل جيليج الاولى وان دارك ويندو. وانا وان دارك ويندو كانت من الكتب المحببه لقلبي جدا، فقررت ان انا هبدا الكتاب ده برغم كل الكلام اللي اتقال عنه، ولحد دلوقتي انا مبسوطه بيه بصراحه. مش شايفه ان الكلام اللي اتقال اكيوريت قوي، حاسه
بلس ان العالم معمول بشكل حلو جدا وبيخليك انفستد ومندمج في العالم وعايز تعرف تفاصيل اكتر عنه. كمان هو بيدور اكتر حوالين الاومنز او البورتنز اللي هي النبوءات والنظر والحاجات دي. المملكه بتاعتنا متقسمه ل5 اماكن او 5 هاملتس، وكل هاملت ليه زي الرمز بتاعه اللي بيرمز للحاجه او الحرفه اللي المكان ده مهتم بيها. وعلى راسهم طبعا الاسره الحاكمه، وكمان موازي ليها الكاتدرائيه اللي تعرف باشلين كاتيدرال، ودي اللي احداثنا بتبدا فيها مع ال6 الاساسيين اللي هم الديفاينرز او المتنبئين اللي مهمتهم انهم يتنبؤوا بمستقبل اي حد بيطرق باب الكاتدرائيه دي وبيسال عن مستقبله بمقابل مادي. طبعا بطلتنا هي اللي بتتنبأ للملك اول ما بيخبط على بابهم، وبنكتشف من بدايه الكتاب تقريبا ان كل النبوءات مش في صالح الملك ده، وانه شخص مش اهل انه يكون في المكان ده. بعد الاحداث دي بوقت قليل جدا بطلتنا بتتنبأ بنبوءه غريبه جدا اول مره تحلم بيها ومش عارفه تفسرها، وبعدها على طول اصحابها من ال6 ديفاينرز بيبداوا يختفوا تدريجيا واحد ورا الاخر، وبيتبقى بطلتنا دي اللي هي الديفاينر رقم 6 اللي بيتقال لها 6 في الكتاب. بعد شويه احداث بنلاقي ان مصالح 6 اتفقت مع مصالح الملك الجديد بتاعنا، وبيقرروا يمشوا مع بعض في رحله بنتعرف اكتر على العالم وبنزور الهاملتس المختلفه وبنفهم اكتر عن الماجيك سيستم ده. وفي خلال رحله 6 بتبدا تكتشف ان في حاجات كتير عن العالم هي كانت فهمها غلط او ما تعرفهاش اصلا، وبتبدا تعيد ترتيب اولوياتها وبتدرس ولائها للكاتدرائيه دي من اول وجديد. لما اخلص الكتاب هاجي تاني وهابديت يو وهقول لكم كمان عن اخر كتاب لاخر برومت عندنا في الماجيكال ريداثون الشهر ده عشان نختم الفيديو ان شاء الله. جي منشئة الماجيكال ريداثون بتحب تعمل لايف ستريمز أوقات في النص على مدار الشهر. بندخل لايف على اليوتيوب مع بعض وبنعمل ريدنج سبرنتس بتتراوح تقريبا حوالي 45 دقيقة على كذا مرة. أوقات كنت بحب أشارك فيهم، بس أغلب الوقت التايم زون بتاعي ما كانش بيظبط مع التايم زون بتاع أغلب الناس المشاركة. كمان دايما جي بتحب تختار ويكند من بداية الشهر، بتخلي الويكند دي ماراثون 24 ساعة، ان احنا نحاول نقرا اكبر قدر ممكن من الصفحات في خلال ال 24 ساعة دول. الموضوع كان سهل بالنسبة لي، بس العقبة هنا ما كانتش ان انا اظبط التايم زون بتاعي او اني افضي اليوم ده عشان اقدر اقرا فيه. العقبة كانت في ان انا لما وصلت للويكند اللي هي كانت مختاراها وكان ساعتها تاريخ 21 ل 22 سبتمبر، انا كنت خلصت كل الكتب اللي محتاجة اقراها. النهارده يوم الجمعة 19 سبتمبر، المفروض ان لسه فاضل 11 يوم على الماجيكال ريداثون، بس في الواقع انا خلصت كل الكتب بتاعتي النهارده. هكلمكم عن الكتاب اللي بداته المره اللي فاتت ذا نايت ان ذا ماس وشعوري ايه تجاهه، واكلمكم عن كتاب تاني خالص بداته وخلصته الفتره دي. ذا نايت ان ذا ماس نهايته كانت سريعه زياده عن اللزوم، حسيت ان هي رشد مستعجله والكلام فيها ما كانش منطقي شويه، ما خدناش الوقت الكافي ان احنا نراب اب الاحداث. انا عارفه ان السلسله دي المفروض هتكون من كتابين وفي جزء تاني هيكمل الاحداث، بس التغيرات المفاجئه السريعه جدا اللي حصلت في اخر يمكن 5 صفحات من الكتاب، الموتيفيشنز او الاسباب اللي خلتنا نوصل للنقطه دي ما كانتش راشنال قوي وما كنتش مقتنعه بيها كفايه. يعني حاسه ان احنا استخدمنا دي زي ما بيقولوا كده كريد هيرنج او حاجه للتضليل، انه عنصر جديد ظهر في القصه بيحاول يضللنا عن الاساس عشان في الاخر نكتشف ان هي كانت حاجه كده موجوده بس عشان احنا نعوز نكمل الكتاب، لكن هي في الواقع مش حاجه حقيقيه. وده للاسف عنصر انا مش بحبه قوي في الكتب اللي بقراها، وده اللي خلاني ادي الكتاب ده 4 ستارز بس مش 5، مع ان القصه كانت ممتعه جدا بالنسبه لي والفايب والاحداث والهيستوري والماجيك سيستم وكل حاجه، ولكن النهايه دي عملت لي مشاكل كتير خلتني مش قادره ادي الكتاب ده 5 نجوم بنفس راضيه. الكتاب بقى الاخير اللي بداته وخلصته يمكن في يومين بس كان Every Summer After لكارلي فورتشن. المفروض ان هو كتاب ادلت رومانس، وانا سمعت عنه اصلا لما عرفت ان هو هيتعمل مسلسل المفروض قريب، تقريبا شفت تريلر او شفت كاستنج او حاجه، بس قريته عشان انا بحب الاكسبيرينس بتاعت ان الواحد يقرا كتاب بيكون هيتعمل له ادابتيشن وبعد كده يتفرج على الادابتيشن ويقارن بينهم. لكن للاسف الكتاب انا هحاول اكون لطيفه جدا وانا بتكلم عنه، بس انا مش قادره افهم الكتاب ده ليه تم اختياره ان هو يتعمل ادابتيشن، وليه اصلا تم اختياره انه يجيت ببلشد اساسا، لانه ما كانش كتاب حلو خالص. كان مستوى الكتابه بتاعته كانه كتاب على وات باد، المفروض ان هو بيتابع من كاركتر بتاعتنا عندها 30 سنه، والرايتنج ستايل او الكتابه ما كانتش بتواكب واحده عندها 30 سنه بصراحه. يعني اقصى حاجه ممكن يكون عندها 14 سنه،
سنه. المفروض ان في مشاهد فلاش باكس الاحداث كانت بتحصل لها وهي صغيره، من وهي مثلا عندها 10 11 سنه لحد 18 سنه، وبعد كده المشاهد اللي احنا فيها في الحاضر وهي عندها 30 سنه. تقريبا ما كانش في اي فرق في التصرفات وفي التعامل وفي اللغه وفي الاسلوب بين شخصيتنا وهي عندها 12 سنه وشخصيتنا وهي عندها 30 سنه. كان نفس الاسلوب ونفس الستايل، وما حسيتش ان في اي كاركتر ديفلوبمنت او اي ماتيوريتي في شخصيتها خالص. المفروض كمان ان هو كتاب رومانسي، فعنصر الرومانس ده ما كانش موجود تقريبا. ومش عايزه اسبويل البلوت تويست الفظيعه جدا اللي سببت ان المين كاركتر بتاعتنا تنفصل عن الشخص اللي بتحبه وهي عندها 18 سنه، ويقعدوا 12 سنه منفصلين ما بيتكلموش ما يعرفوش عن بعض اي حاجه لحد الريونيون بتاعهم في الاحداث اللي احنا بنشوفها. ولكن هو سبب بصراحه، يعني الرد الفعل اللي احنا شفناه تجاه معرفه الناس بيه كان ملوش اي علاقه وما يقدرش يتقارن بفداحه الفعل اللي حصل. الفعل كان سيء جدا وجت برشد اوفر، يعني ان هم عدوه كده وخلاص ولا كانه اي حاجه، وسامحوها وتصالحوا بمنتهى السهوله من غير اي كونفليكت، من غير اي وقت محتاج كل واحد يبروسس الموضوع. ما كانش فيه اي حاجه من الحاجات دي، يعني اتصالحت كانها طفله عندها 5 سنين كسرت كوبايه مثلا. فكل حاجه في الكتاب ما كانتش منطقيه، لا طريقه الكتابه كانت حلوه، لا عنصر الفلاش باكس كان منطقي مع اللي بيحصل دلوقتي. ما شفناش منهم كفايه في الوقت الحاضر، احنا اغلب الوقت اللي قضيناه معاهم كانوا وهم صغيرين، وما حسيتش ان شخصياتهم بعد ما اتغيرت وهم المفروض بقى لهم 12 سنه ما شافوش بعض، كل واحد بيجرو انتو ذير اون كاركتر وشخصياتهم بتختلف عن بعض، ومش بالضروره لما يرجعوا هيلاقوا بعض كومباتبل وان هم يقدروا يكونوا مع بعض تاني، او ان الموضوع يكون بسهوله ان هم يقضوا 24 ساعه مع بعض وفجاه يرجعوا يحبوا بعض تاني زي الاول. ما ادوش وقت للكاركتر ديفلوبمنت او ان انا اشوف هل السكند تشانس دي تستحق ان هي تكون موجوده في الكتاب ولا لا. السايد كاركترز ما كانش ليها اي لازمه، وطريقه معامله المين كاركتر للسايد كاركترز كانت بشعه، ومع ذلك هم صلحوها برضو وسامحوها، وحسيت ان هي بتاخد حظها كله بالصدفه كده لمجرد ان المؤلفه عايزه كل حاجه تكون سهله ورابد اب كده بفيونكه ومفيش اي لوس ثريدز او اي حاجه متسابه unresolved. بس هي مش بتعمل لها ريزوليوشن، لا المفروض الناس دي كانت تفضل متضايقه منها، المفروض الناس دي تكون زعلانه منها، تواجهها تتكلم معاها. لان واحده تفقد صاحبتها المقربه، اي نعم صاحبتها دي ممكن تكون عملت لها مشاكل او اذتها كتير، بس تفقدها على ولد وتقعد 12 سنه ما بتكلمهاش وبعد كده تبعت لها رساله تعتذر لها فهي تسامحها في نفس اللحظه وتقول لها انا كنت مستنياكي تبعتي بقالك 12 سنه. الكلام مش منطقي، يعني هي واحده سابتك 12 سنه اكيد انت مش هتسامحيها كده اول ما تبعت لك رساله، يعني هتكوني شايله منها كتير لان هي سابتك كل ده. فالاحداث للاسف ما كانتش حلوه خالص، والكتاب كان كتابته سيئه جدا والدايلوج وحش جدا، ورتم الاحداث عموما هو ما فيش احداث، احنا مش بنتبع قصه معينه، وبالتالي الكتاب ما كانش ساتيسفاينج خالص بالنسبه لي واديته نجمتين. كنت اتمنى طبعا ان الماراثون ينتهي نهايه اسعد شويه من كده، بس ده اللي احنا استك معاه يعني حاليا. وصلنا ليوم 19 في الشهر، يعني فاضل 11 يوم لسه في سبتمبر، وانا خلصت ال6 كتب اللي كان المفروض اقراهم طول الشهر. يعني انا كده تقريبا كاني متخرجه من الماجيكال ريدر. كنت عايزه اشارك برضو في الماراثون بتاع 24 ساعه لاني عمري ما قدرت اشارك فيه قبل كده. كل السنين اللي فاتت كان الوقت مش بيبقى ظابط معايا، بس كان ظابط معايا السنه دي، فقررت ان انا همسك اي كتاب تاني وهقراه. كنت بسمع الاوديو بوك بتاع وايلد كارد لالسي سيلفر، اللي بالمناسبه كان الكتاب الثالث او الرابع لالسي سيلفر بالنسبه لي، وده خلاني تقريبا افكر ان انا ممكن ما امسكش اي كتب لالسي سيلفر تاني، لان مفيش ولا كتاب منهم عجبني بالقدر الكافي اللي يخليني مهتمه امسك او اقرا كتبها بعد كده. والماجيكال ريداثون عدى بسلاسه وبساطه اكتر مما كنت اتخيل. الماجيكال ريداثون بيتعمل مرتين في السنه، قبل كده كان بيتعمل في شهر ابريل وشهر اغسطس، بعد كده بقى في شهر ابريل وشهر سبتمبر. ممكن تختار تبدا في اي وقت انت عايزه، بس السيمستر بتاع شهر ابريل بيبقى اسهل بكتير من السيمستر بتاع شهر سبتمبر. الموضوع ممكن يبان صعب ومقلق في الاول ومعقد، بس بعد ما بتتعود عليه وبتعمله مره او مرتين بتكتشف ان هو سهل جدا. بتبقى داخل عارف انت محتاج ايه بالظبط من التعليمات دي كلها، وبتعمل لنفسك لستة بالكتب اللي انت نفسك تقراها. لو عندكم عقبة في اي حاجة انا موجودة في الكومنتس، اسألوني على كل اللي نفسكم فيه. لو عايزين تتفرجوا على الفلوجز بتاعت السنين اللي فاتت هحط لكم اللينكس بتاعتها فوق وتحت في الديسكربشن. انا اريج، اتبسطت قوي اني كنت معاكم في الفلوج دي، واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.